زهقتي من الطبيخ؟ زهقتي من الروتين العادي بتاع كل يوم؟ نفسك تعملي صينية لضيوفك تعجبهم وتستها عالي ويقولك تسلم ايدك؟ عايزة اقولك يعني شوية مشاوي فعلا فعلا حكاية، مش هتتعبي كتير ومش هتضايقي كتير فيها، وما فيهاش افتكاسات خالص. تمام. اللحمه دي عامه انتوا سالتوني كتير جدا جدا جدا، والناس بعتت لي كومنتس كتير جدا جدا، انتي بتعملي ازاي اللحمه دي؟ فين مقاديرها؟ فين وصفتها؟ يا جماعه هي ما فيهاش افتكاسات. هي طاجن، بس طاجن فخار، يعني فخار نضيف، او سي اللي انتي حباه. لو حتى اللي بيلمع من جوه هيمشي معاكي برضو، بس انا بحب الطواجن القديمه، يعني اللي هي انتي اللي بتعمليها في البيت. تمام. انا بجيب اللحمه بتاعتي، ان كانت ما بتاخدش سوا او بتاخد سوا كتير هقولك الطريقتين. تمام. اللحمه اللي بتاخد سوا هقولك هنحط لها ايه، واللحمه اللي ما بتاخدش سوا برضو هقولك. كملي معايا الفيديو للاخر. تمام. بس قبل شيء متنسيش تحط اللايك، الاشتراك، بتتابعني من اني بلد. وانا اتشرف جدا جدا بكل اللي بيتابعوني وكل اللي بيشتركوا في قناتي، على عيني وراسي من فوق. واي شيء حابين تكلموني فيه كلموني، زي اللحمه دي كده برضك ما الكل يكلمني فيها. انا حطيت اللحمه قصادكم كده، والله ما حاطه فيها اي شيء تاني، ولا حاطه ملح ولا حاطه فلفل اسود ولا حاطه اي شيء من اي شيء من التوابل. اللحمه بتبقى تستاهل عالي جدا وطعمها حلو جدا من غير ما بتحطي التوابل بتاعتها. تمام. طيب انا زي ما انت شايفه كده ماشيه، عوزت الطاجن بس حته سمنه، وبعد كده اهوت رصيت اللحمه بتاعتي. طب انا خايفه ان اللحمه بتاعتي بتاخد سوا، اعمل ايه؟ كوبايه ميه زي ما انت شايفه كده اهوت هحطها قصادك. ماشي. طب انا اللحمه بتاعتي ما بتاخدش سوا خالص و10 دقايق وبتبقى حلوه، يبقى ما احطش ميه، كفايه الماده الدهنيه اللي انا حطاها وحته اللي انا حطاها او الدهون اللي في اللحمه. تمام. اكون مسخنه الفرن قبلها ب10 دقايق او ربع ساعه، ان الفرن بتاعي يكون حامي. ده اساس اللحمه بتاعتنا، اساس الطاجن. تمام. طبعا انا عندي غطا دوت اغطيها واحطها، لانها مش هتطلع بخار. ما عنديش غطا، طب ورقه زبده وورقه فويل، وندهن ورقه الزبده حته سمنه او حته زيت عشان اللحمه ما تلزقش فيها. لو غويتها يبقى مش لازما ان انت تدهنيها، وهتستوي معاكي وتطلع بالمنظر اللي انت شايفه الصوص بتاعها ده. عايزه اقولك خطير خطير خطير، والله طعمه حكايه. تمام. عفوا. نقوم عاملين ايه؟ كوبايه فيها شويه ميه، ونقعد نحط فيها معلقه بودره زعفران، ونعصي اللحمه بتاعتنا، بتوديها في حته تانية خالص، اكنك روحتي اشهر محلات اللي معروفه عندنا هنا في مصر. تمام كده. وبعد كده ندخلها الفرن، هتدي تست عالي خالص. طبعا عايزين بقى نعمل فراخ مشويه. دي ميه بصل، ميه بصل بتاعت كفته، فاضت منك اي حاجه. حاطين فيها كيس صلصه قصادك اهو، هحط فيها زيت، فلفل اسمر، جنزبيل. هي قطعت من الحته دي معلش عفوا. هنحط بقى هنا قصادك اللي انا ايه نسيت احطها عامه، هنحط معلقتين بهارات المشاوي. عايزه اقولك النوع ده نضيف جدا جدا، انا مش بعمل دعايه عنه والله ولا اي حاجه، بس انا الحاجه اللي بتعجبني انا بقولها لكم يا جماعه، ربما تكون قصادكم وتجيبوها. لو ما ظهرش الاسم ممكن اكتب لكم على الخاص لو حد يكلمني يعني، او قال لي البهارات اللي انت حطيتيها دي ايه. بجد ادت تست عالي جدا، ادت ريحه عايزه اقولك قلبت الشقه، وادت طعم جبار. تمام. هنقلبها حلو جدا، ونقطع الفرخه بتاعتنا تقطيع عشوائي، تقطيع صغير زي ما انت حابه. هنجيب صينيه، عندك طاجن حطي فيه، عندك صينيه حطي فيها. طب عندي صينيه ألمونيا ادهنها ماده دهنيه عشان ما تلزقش فيها. تمام. لازما الماده الدهنيه بتعمل عازل للحاجه. طب انا خايفه تلزق اكتر، حطي في قعر الحله الصينيه الألمونيا ورقه زبده، مش هتلزق معاكي خالص. تمام كده. انا برص الفرخه بتاعتي اللي انا قطعتها تقطيع صغير عشان طبعا الصوص يخش في جميع الجهات بتاعتها.
وايه ونعملها حلو، يعني نرصها رصة عشوائية براحتك جدا. تمام. وهندهنها من على الوش. تمام. ونحط بقية الصوص فين في الصينية. ليه هنحط بقية الصوص؟ لان احنا من تحت ما دهناش حاجة، فاوريدي الصوص بتاعنا هينزل من تحت. بصي شربي فوق اهم حاجة جامد قوي، عشان مفيش حتة تشرب وحتة لا. مش هغطيها ولا اي حاجة طالما الفرخة بتاعتنا ما بتاخدش سوا. لان في فرخة على فكرة بتاخد سوا، البلدي او كده، الاحمر او الابيض ما بياخدش سوا قوي. تمام. فتفضلي تعصي كده بالفرشة بتاعتك او بايدك، ايا كان الحاجة اللي عندك متاح بيها اعمليها. احنا طبعا في البيت وايدينا في المية على طول وفي الحاجة. بصي انا رشتها اهيت، وترجعيها فين في الفرن. طبعا الفرن يكون حامي، الفرن يكون حامي يا جماعة للمشاوي. ليه؟ الفرن لما بندخل الحاجة سخنة فيه بيعمل صدمة، بتقفل المسام اللحمة بتاعتنا، ما بتنزلش مية، وتبقي تحسي ان الحاجة كده مهمطة. نيجي لسلطة الطحينة. سلطة الطحينة دي أساسية من زمن الزمن، فيها افتكاسات وفيها تغيرات، وكل واحد حسب الطعم بتاعه. بس المشاوي اللي احنا عاملينها ما ينفعش معاها الا السلطة دي. طبعا الطحينة عندك كلكعت ونشفت في اخر البطرمان او اي حاجة، شوية مية سخنة وتقومي حطها فيها. ليه المية السخنة؟ بتعمل عملية ذوبان شوية. وطبعا تفضلي تضربي فيها زي ما انا شغالة كده. انا بوريكي كل حاجة عملي معاكي، ما بجريش او اعملك اي حاجة، علشان تمشي معايا خطوة بخطوتها. او بتفك معايا اهو من المية السخنة. خلي بالك انا لسه بزود، يعني هزود ميه تاني كده. بصي بعد ما فكت خالص معايا اهي، انا لسه ما حطيتش لا توابل ولا اي حاجه فيها. بصي بقت جميله جدا، ناعمه وبيضه وشكلها شيك وشكلها حلو قوي. هنحط بعد كده ايه؟ توم. هي اساسها التوم، بس تهرسي التوم قوي. فصين توم كده مهروسين زي ما انت شايفه، بس يكونوا مهروسين ناعمين، مش اللي انت معلش تيجي تاكلي لقمه السلطه تلاقي فيه توميه في بقك، لا. انا عن نفسي ما بحبهاش. اساس السلطه الطحينه، الكمون، الثوم، حبه خل، فلفل اسود. ويحبذ ما احطش فلفل اسود، لو عندك فلفل ابيض حطي زي ما انا حطيت كده. يعني الفلفل الاسمر بحبه للطبيخ اكتر، الحاجات الفاتحه بحط فلفل ابيض. تمام. عشان يعني ما يخليش حاجه سودا او فيها نقط سودا. وبرده ترجع حريه الاختيار ليك، عادي حطي فلفل اسود لو عندك، مش هيقولك لا. وحطيت الملح بتاعي. تمام. وبعد كده احط شويه خل، حبه بتاعت معلقه خل. يعني انا عارفه مقدرتي ايه يا جماعه، لكن انتوا بالنسبه لكم دي معلقه خل كبيره انا حطاها. لكن انت تعملي ايه بايديك، يعني بمعيار، علشان ما تبص معاكي وتبقى طعمها مزز قوي من الخل. هي معلقه خل بس بتديها تيست بس كده بسيط، اللي هي التست مع الخل مع التومه مع الكمون، بيطفي شويه طعم التوم. تمام كده. ونقلبها حلو جدا. ونجيب بوله كده عندنا جميله، بصوا، معلقه كده. طالما المعلقه علمت فيها الطحينه اعرفي ان الطحينه بتاعتك ناجحه. خفيفه اعرفي ان الطحينه بتاعتك محتاجه تاني. وخلي بالك بتتقل، الطحينه بتتقل لما تشيلي الشويه دول كده في التلاجة وتيجي تطلعيهم اثناء الاكل هتلاقيها تقيله معاكي. برش كده بقى شويه شطه على الوش، يعني زي البودره كده، يعني شكلها شيك جدا. يعني نوعي، يعني خلي سفرتك جميله. تمام. ونقوم حاطين برضو شعرات كده زيت كده، تحسي ان انتي ايه، يعني خلي ايدك خفيفه كده، مش تحطي زيت كتله لا. يعني انا بصي بمشي ازازه الزيت اهي، يعني نقط كده زي نقط كده، اللي هي ايه بتدي شكل بس. وصحه وهنا على قلبكم. وقولوا لي انتوا عملتوا اكل ايه النهارده، او بتفكروا تعملوا اكل ايه يا جماعه. بصوا يعني عايزه اقول لكم بجد، والله والله صحه وهنا على اللي كلوها. بس مش هقول اكتر من كده. واللي حابب اي وصفه، اي اكله، استنوني في مفاجآت كتير قوي 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 الفيديوهات اللي جايه لاكلات جديده، اكلات متنوعه جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويا رب سفرتنا تكون عجبتكم، وعايزه اقولك هتشرفك قدام اي حد.